بالتأكيد لست علما، أنا أقل بكثير من أن أكون مجرد خادم لإخواني العاملين في الدعوة في إفريقيا. خادم فقراء إفريقيا، سراج العمل الخيري في القارة السمراء، الطبيب الكويتي الذي سخر حياته للدعوة إلى الله في إفريقيا لمدة 30 سنة. كنت طبيب في السابق وأخصائي، وطلقت الطب طلقة بائنة منذ أكثر من 28 سنة من اليوم الأول لأن وضعت أقدامي في إفريقيا. الداعية الذي أسلم على يديه أكثر من 10 ملايين إنسان. ونحمد الله ونشكره أن نسبة المسلمين ارتفعت خلال 28 سنة من نسبة 17% إلى أكثر من 51% الآن. إنه عبد الرحمن السميط، مؤسس ورئيس جمعية العون المباشر. ولد السميط عام 1947 في الكويت. أنهى دراسة الطب والجراحة عام 1972. عمل طبيباً ممارساً في كندا عام 1974، وطبيباً متخصصاً في مستشفى كلية الملوك بلندن، وعمل طبيباً متخصصاً في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى الصباح في الكويت عام 1980. لكن حياة الطبيب ستنقلب عندما يقرأ دراسة ميدانية عن تنصير مسلمي إفريقيا السمراء، فقد تنصر من أبناء المسلمين عشرات الآلاف. إخواني النصارى عندهم إمكانيات كبيرة جدا، عندهم 6.25 مليون شخص منصر متفرغ. العام الماضي ما تم جمعه لأغراض التنصير 365 مليار دولار. فينطلق إلى القارة السمراء داعياً إلى الله ومغيثاً للفقراء، فهو من صغره عاشق للعمل الخيري. ففي المرحلة الثانوية قام مع أصدقائه بجمع مبلغ من المال من مصروفهم، واشتروا سيارة لنقل العمال البسطاء دون مقابل. ترك الطبيب مباهج الحياة وانطلق داعياً إلى الله والعمل الإغاثي إلى أفقر مناطق العالم. يجب أن نبحث عن منابع السعادة الحقيقية. السعادة ما تشتريها بفلوس. فقد أسلم على يديه أكثر من 10 ملايين إنسان. الآن سنويا يسلم حوالي 1,000,000 شخص في إفريقيا، وأنا أتوقع أن سيزداد عدد المسلمين إذا لم يطرأ شيء كبير جدا ويأثر على العمل هناك. وقد بنى أكثر من 5,000 مسجد، ووزع 7 ملايين مصحف باللغة العربية واللغات الإفريقية. سجلنا أرض باسمنا وبنينا عليها مسجد. اشترينا أرض، كنت أتوقع أني أعيش هناك وأموت هناك، فاشترينا أرض حتى أعملها مقبرة. كفل 50,000 يتيم، أصبح الكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية. في سنة واحدة من أيتامنا تم تخريج 30 طبيب مسلم، 12 مهندس، 6 محاسبين، و6 يحملون الدكتوراه غير التخصصات الأخرى. بنى أكثر من 800 منشأة تعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعة التي يدرس فيها أكثر من 250,000 طالب وطالبة. بفضل الله بعد 3 شهور ما كان في ولا طالب لا زال يعلق الصليب، ما كان في ولا طالب ما أسلم ويصلي قيام الليل. حفر أكثر من 12,000 بئر، بنى 90 مستوصفاً ومستشفى، أنشأ 10 محطات إذاعية. لما بدينا إذاعة في توغو واشترطت على الأخوان أن ما يبدأ البث إلا بعد أن يوفروا 1000 ساعة من التسجيلات الأرشيف، لأن إذاعاتنا الأف ام الصغيرة فيها شخصين يبثون حتى نوفر فلوس. هذا الجهد الجبار من طبيب عنده عشرات الأمراض، جلطة في القلب 2 مرات، وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وجلطات في الساق ونزيف في العين، وخشونة في الركبة تمنعه من الصلاة دون كرسي.
كان المحرك له رغم كل تلك الأوجاع غيرته وحرقته في خدمة الإسلام. لأن المعركة محسومة بالنسبة لي. خلال 28 سنة قضيتها في إفريقيا، والله ما أرى كل يوم إلا ما يؤكد على أن الإسلام هو دين الله. توفي عبد الرحمن السميط عام 2013، وبكى عليه الملايين الذين دخلوا الإسلام على يديه. بكته مآذن المساجد التي شيدها، بكاه كل شبر من الأرض السمراء. وأشهد أن محمداً رسول الله. وبقيت جمعية العون المباشر أكبر جمعية عالمية في إفريقيا.